تعالى كده اقول لك كام معلومة سريعة عن البامية وطريقة حفظها، وايه اللي بيعمل الاختلاف الشاسع في الاسعار. اول حاجة نصلي على رسولنا الكريم. هنتكلم في البداية على اكتر من طريقة لحفظ البامية، وهنبدأ باول طريقة وهي البامية المجمدة. وهنا احنا بدأنا بمرحلة التجهيز على طول. في مرحلة اتعملت قبل التجهيز وهي الغسيل، وبعد الغسيل لازم تتأكد ان البامية ناشفة 100%، لان البامية لو فيها نسبة مياه تبقى مستفزة في التقطيع، ويبقى في مادة لزجة كده بتطلع معاك في السكينة. خلصنا مرحلة الغسيل واتأكدت ان البامية ناشفة، ندخل على المرحلة اللي بعد كده مرحلة التجهيز. وهنا هتبتدي تقطع البامية زي الفيديو كده بالظبط. طيب هل البامية ليها انواع؟ ليها نوعين. النوع الاول البامية الخضراء وهي منتشرة معانا وبيبقى فيها شوك وبتقعد بعد التجميد 12 شهر. النوع التاني البامية الحمراء بتبقى ناعمة وبتقعد بعد التجميد 6 شهور بس. دي تقسيمة على حسب النوع، في تقسيمة تانية على حسب الحجم والسعر، وده طبعا اللي هيهمنا النهاردة. رقم واحد الإكسترا. هنا البامية بيكون مقاسها من 0 ل2 سنتي، طبعا سعرها بيبقى غالي جدا، بيوصل الكيلو فيها حوالي 35 أو 30 جنيه. رقم اتنين الزيرو، ومقاسها من 2.5 ل3.5، وسعرها طبعا بيكون في حدود 25 جنيه. رقم تلاتة الممتازة، ومقاسها من 3.5 ل4.5، وسعرها بيكون في حدود 15 جنيه. رقم أربعة الخضرا، ومقاسها من 4.5 ل5.5، وسعرها بيكون في حدود 5 جنيه. رقم خمسة الويكا، ومقاسها أكبر من 5.5، وطبعا بيبقى حجمها كبير جدا، وسعرها دلوقتي بيبقى الكيلو تقريبا ب3 جنيه. سعرها بيبقى رخيص جدا لأن حجمها بيبقى كبير وطعمها مش أحسن حاجة. طيب ايه اللي بيعمل الاختلاف الكبير في السعر كده؟ يعني ليه كيلو ب3 جنيه وكيلو ب30 جنيه؟ كلنا عارفين ان البامية كل ما حجمها صغر طعمها بقى احلى وقوامها بقى اطرى، عشان كده بتبقى غالية. وهنا نكون خلصنا تجهيز، ندخل على المرحلة اللي بعد كده مرحلة السلق. على نار متوسطة وتنزل بمية لحد ما توصل درجة حرارتها 90، وبعد كده تنزل بالبامية. هنسيبها تغلي لمدة 3 دقايق، نطلعها وعلى مية ساقعة على طول. عارفين ليه بنستخدم مية ساقعة؟ طبعا من فيديوهات التجميد القديمة. ندخل على المرحلة اللي بعد كده مرحلة التجفيف. لقيت فيها نسبة مية دخلتها الفريزر نص ساعة. كيسك محكم الغلق وهتنزل فيه بالبامية، وكده يبقى معاك بامية تقعد 12 شهر من غير ما يتغير لونها او قوامها او طعمها، يعني فريش. وكل سنة وحضراتكم طيبين، واستنونا طبعا في فيديوهات عيد الأضحى، هيبقى فيه شغل جامد يعني. وشكرا.